السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض في الفيديو ميزانية واقعية بالاسعار اللي موجودة فعلا. ربنا يا رب يعين الكل على الغلا اللي احنا مش لاقيين له نهاية. بجد غلا مش بيقف. ببص الاقي في فيديوهات، الاقي الواحدة جاية تطلع تقول لي ب1000 جنيه هقضي الشهر. لا يا حبيبتي، انت ب1000 جنيه قضي العمر كله. 1000 جنيه اقعدي 20 سنة. انا مش عارفة إيه يعني، بنضحك على الناس ولا احنا عايزين نقول ميزانية واقعية حقيقية. التوفير فيها بيجي ان انت تظبطي استخدامك للحاجات اللي انت جايباها، تستخدميها صح، توفري بقدر الامكان، بحيث ان انت تقدري تظبطي الميزانية بتاعتك. هنشوف مع بعض الميزانية بصورة واقعية في الفيديو ده. ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. اول حاجه يا حبايبي انا جبتها السمك. جبت سمك الكيلو ب80 جنيه. الكيلو ب80 جنيه، ده السمك الوسط اللي انتوا شايفينه دولت 2 كيلو ب160 جنيه. طبعا نضفته وجهزته على اني احط فيه التتبيله بتاعته. دي اول حاجه انا جبتها في الميزانيه بتاعتي المره دي. وكمان هنشوف انا جبت الفراخ. جبت المرة دي كبد وقوانص، وجبت 6 وراك قطعتهم زي ما انتوا شايفين، افخاد الوراك والدبابيس بتاعتها. الكبد والقوانص والوراك كانوا قاطعين معايا 370 جنيه. الفراخ النهاردة كانت الكيلو ب90 جنيه. هي بدأت الفراخ تنزل في أسعارها لأنها كانت وصلت ل100 و100 ربنا هو المعين. ما جبتش لحوم في الميزانية بتاعت المرة دي، لأن أنا كان عندي اللحمة ديت من المرة اللي فاتت متبقية. وزي ما بقولك، هو هنا التوفير ان انت تستخدمي كل حاجة انت جايباها في مكانها المظبوط، وبقدر الامكان من ان انت تظبطي استخدامك للحاجات دي. كيلو اللحمة ب380 جنيه. يعني فهموني بقى، ب1000 جنيه هنقضي بيها العمر كله ازاي؟ انا مش فاهمة. ربنا هو المعين، وبجد لازم نظبطها بس من غير ما نضحك على الناس. جبت برضو مكرونات. ديت الكيس كيلو. الكيس قاطع 25 جنيه. دولت كيسين 2 كيلو ب50 جنيه. وجبت نوع تاني رويال، ده أرخص شوية. الكيس كيلو. الكيلو بالكيس ب24 جنيه، وده نوع كويس برضو، أنا جربته قبل كده. ده جبت منه كيسين 2 قاطعين معايا 48 جنيه. الكيس 400 جرام. الكيس ب14 جنيه ونص. كيس برضو ستار 400 جرام. الشعرية يا حبايبي أنا بجيبها سايبة. كيلو. طبعا برضك أنا بجيب من محل أنا عارفاه كويس وبيديني حاجة كويسة. ده الكيلو قاطع 23 جنيه. الرز السايب اللي في السوق، نوعيته كويسة، الكيلو ب24 جنيه. ناقصني شوية حاجات من التوابل. جبت تمن فلفل أسمر ب55، وتمن شطة كان ب15، وبهارات البرجر. والمرقة دي برضو كانت ب15 جنيه. الحاجات دي هتكفيني فترة كبيرة، فترة كويسة. والتوفير بيجي من هنا ان انا ما هقدرش في استخدام الحاجة بتاعتي. وجبت 3 ازايز سلايت عباد شمس. الازازة كانت ب65 جنيه. دي بستخدمها مع السمنة البقري
في الاكلات وفي الحلويات. ودوت ازازة زيت آلية نوعها نضيف جدا، الازازة ب55 جنيه، الازازة كيلو صافي. وجبت شوية خضار وحاجات من السوق برضك هتكفيني فترة. الطماطم اسعارها الى حد ما معقولة، الكيلو ب10 جنيه، ال3 كيلو دولت قاطعين معايا 30 جنيه. وجبت كوسة، دي نوعيتها كويسة، انا ما بحبش الكوسة اللي بتبقى كبيرة، دي حجمها كويس. الكوسة دايما تشتريها الكوسة الناعمة، ويفضل انها تكون بالنوارة بتاعتها. دولت قاطعين معايا ال2 كيلو ب25 جنيه. وجبت برضو البطاطس ال2 كيلو ب25 جنيه، ديت البطاطس السبونطة الكويسة اللي بتبقى حلوة جدا في استخدامها. والله سواء هما يقولوا تحمير، هي سواء تحمير سواء في الطبيخ سواء مهروسة، اللي بتبقى نوعيتها كويسة بتفرق كتير جدا في الطعم. دي بتبقى مرملة وطعمها حلو في الاستخدام. وجبت البصل دوت مالي السوق اليومين دولت. النوعية ديت مش وحشة ولا حاجة في الطبيخ او في استخدامك في الاكل. دوت الكيلو ب15 جنيه. انا بقولك الاسعار الواقعية اللي موجودة في السوق، مش هقولك زي ما هما بيقولوا انا ب1000 جنيه همشي دنيتي، الله يهديهم. دوت نص كيلو من الفلفل الاخضر، النص كيلو ب15 جنيه. ودوت نص كيلو من البتنجان اللي ممكن يستخدم في المحشي، النص كيلو ب10 جنيه. الأسعار إلى حد ما في ديت إلى حد ما معقولة. ده ورق العنب اللي تعرفي تشتريه من السوق، اللي تلاقي فيه الورقة ناعمة، الريحة نفسها بتفرق، وشكل الورقة زي ما انتوا شايفين. ده ورق العنب الأصلي اللي مش مغشوش، لأن في السوق كتير بيغشوه. دي بتعرفيها من الريحة، من ملمس الورقة ومن شكل الورقة زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. شايفين ملمسها ناعم وبتبقى رقيقة والريحة واضحة. دولت نص كيلو، انا شايلة العناء بتاعتهم، النص كيلو ب25 جنيه. وجبت المنظفات برضو اللي كانت ناقصاني في البيت. دوت كيس اوكسي 2 كيلو ونص، ده اوتوماتيك. الكيس دوت ب150 جنيه. وجبت معطر بريحة الخوخ، بيستخدم فيه المية اللي انت بتستخدميها في المسح بتاعك. ودوت فلاش، ده علشان تنظيف الحمامات. وجبت صابون سايل او بريل سايب، ده الكيس ب10 جنيه، ونوعيته برضو حلوة وناعم في الاستخدام. بيبقى فيه جليسرين، بيبقى ناعم على بشرة الايد بتاعتك. دي كانت المنظفات اللي كانت ناقصاني، وكملتها على اللي انا كنت جايباه المرة اللي فاتت. وهنا يا جماعة انا زي ما بقول لكم، التدبير او التوفير ان انت تنظمي من مشترياتك، ما تهدريش فيها ابدا، وتحاولي تستخدميها باقصى درجة من ان انت تظبطيها كويس في استخدامك، وانت ادرى باستخدامك اليومي اكتر من اي حد تاني. يا ريت يا حبايبي اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. وأشوفك على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبايبي، سلام عليكم.